بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنبدأ سؤال. رأس السؤال بيقول: خالد is inviting his friend فوزي to visit the space exhibition. يعني خالد بيدعو صاحبه فوزي إلى زيارة معرض الفضاء. فخالد بيقول له: هاي، would you like to come to the space exhibition؟ هل تود أو هل تحب أن تأتي إلى معرض الفضاء؟ ده بسميه اقتراح أو عرض أو دعوة. ممكن هو بيعرض عليه الموضوع ده أو بيقترح عليه يعني. فهو فوزي قال له يس بليز، وبعد كده هنا في نقط، في علامة استفهام. طب ناخد بالنا يا سنة ثالثة إعدادي، طول ما في علامة استفهام يبقى طبعا ده of course in the question، ده سؤال. طيب، خالد تحت قال له it starts at 9:30، بيبدأ الساعة 9:30. we are going by metro، واحنا رايحين بالمترو او هنذهب بالمترو. طبعا هنا يا جماعة في وقت او في زمن، والزمن بسأل عنه لا اما بوات تايم لا اما بوين. انا بفضل اسأل بوات تايم هنا لوجود ساعة هنا. تمام. افضل وين لو مكتوب مثلا ساتردي، يوم من الايام مثلا، او شهر من الشهور، مانث، يعني مثلا فبراير او جانوري. تمام، الاثنين صح، ولكن افضل هنا وات تايم، فهقول وات تايم. تمام، بسم الله. عذرا. فهقول هنا وات تايم. طيب انا عايز بعد كده فعل مساعد يا جماعه. طبعا يا جماعه احنا هنا ناخد بالنا ان دي جداول زمنيه مستقبليه. لو فاكرين زمن المضارع البسيط في يونت 1، عند التحدث عن مواعيد المعارض، مواعيد القطارات، مواعيد الرحلات، بستخدم زمن المضارع البسيط. قاعده بتقول كلمه استفهام زائد دو او داز زائد فاعل زائد مصدر. بما ان ستارتس هنا اخرها اس، فهاخد داز كفعل مساعد. تمام. داز، وات تايم داز. ثم الفاعل هنا اللي هو it اللي بتعود على المعرض، ثم start المصدر بدون اس. What time does it start؟ تمام. فخالد بيقول له it starts at 9:30، بيبدأ 9 ونص. فوزي رجع قال له which train shall we get؟ which معناه أيهما، للاختيار، أي القطارات سوف نستقل، إيه القطار اللي هنركبه أو اللي هناخده يعني عشان يودينا المعرض. طبعا المفروض احنا بنجاوب على طول يا جماعه، نقول مثلا ذا نيكست ترين، القطار التالي. بس انا بحب دايما اجاوب الاجابه تكون كامله. شال وي هنحولها لوي شال، هنبدا بالفاعل. في السؤال بتبدا انت بالفعل المساعد ثم الفاعل، في الاجابه بتبدا بالفاعل الاول ثم الفعل المساعد، او الفاعل ثم الفعل يعني. وي. تمام. شال، شال معناها سوف يا جماعه. get the next train، we shall get the next train، هناخد القطار التالي. ففوزي هنا قال له that's an hour before the exhibition starts، يعني ده معناه ان هو ساعة قبل ميعاد المعرض او قبل ما يبدأ المعرض. فخالد قال له perhaps we can leave later، ربما نغادر فيما بعد، يعني ممكن نغادر فيما بعد مش دلوقتي يعني. طيب، ففوزي سأله سؤال تاني هنا في عام استفهام. فخالد قال له it finishes at 2 p.m، انه ينتهي الساعة الثانية. خدوا بالكم يا جماعة، هو بيتكلم على المعرض اللي لسه ما بدأش ولسه ما انتهاش، بس بيتكلم في زمن المستقبل. ليه؟ لأن احنا قلنا مواعيد المعارض، مواعيد القطارات، مواعيد الرحلات بسميها future time tables، جداول زمنية مستقبلية، فهستخدم معاها زمن السمبل بريزنت او البريزنت سمبل، زمن المضارع البسيط. طيب هو هنا بيقول هينتهي الساعة 2، برضه ده وقت، والوقت برضه احنا قلنا هسأل بوات تايم. تمام. بسم الله. what time، فعل مساعد. لو بصينا هنا هنلاقي finishes اخرها اي اس هنا، يبقى الفعل المساعد ممتاز does it الفاعل، ثم finish الفعل في المصدر بدون اي اس، لان القاعده بتقول كلمه استفهام زائد دو او does زائد فاعل زائد مصدر. تمام. فبعد كده فوزي قال اوكي. اوكي. is there، هل هناك a train in the afternoon to get back؟ هل هناك قطار في الظهيرة وبعد الظهر عشان نرجع بيه؟ طبعا احنا المفروض السؤال هنا بادئ باز، يعني هل، فهجاوب يس او نو. طب احنا ما عارفينش يس اور نو، هنعمل ايه؟ هنكمل المحادثة مع بعض. هنا في نقط تحت منها فوزي في الاخر خالص بيقول له let's take that، دعنا ناخذ هذا. خلاص احنا هناخده، احنا هناخد القطار ده، يبقى معنى كده ان في قطار، فهقول يس وهعمل مقص، هجيب there في الاول واز في الاخر، او از تاني كلمه. yes there is. تمام. فهنا فوزي قال له let's take that، دعنا ناخذ ذلك. معنى كده ان فوزي وافق على الكلام ده. خلاص في قطار، يبقى هيقول له هنا ايه؟ اوكي.
تمام، او هيقول له great رائع. طبعا هنا في علامه تعجب، فممكن يقول له في علامه تعجب هنا great. great يعني رائع، دعنا ناخذه. المحادثه الثانيه هنا بتقول ايه يا جماعه؟ ركزوا معايا كده. ليزا wants to buy a train ticket to أسوان. ليزا تريد أن تشتري تذكرة قطار إلى أسوان. طبعا من ضمن المحادثات الموجودة عندكم في الكاريكولم في المنهج يا جماعة. طيب اللي هو سؤال عن التذكرة، وعن سعر التذكرة، وعن ميعاد الرحلة أو مدة الرحلة. طيب فليزا هنا بتقول إيه؟ I'd like to buy a ticket please. بتقول البائع اللي باع التذاكر أو موظف الشباك، أنا عاوز أشتري تذكرة، عاوز أشتري تذكرة لو سمحت. فقال لها Where are you going؟ أنت رايحة فين؟ طيب احنا هنا من رأس السؤال عارفين ان ليزا عايز تشتري تذكرة عشان تروح بيها أسوان. تمام. طيب انا مش هقول تو أسوان الى أسوان، دي هتبقى شورت انسر، اجابة قصيرة. احنا في ثالثة اعدادي المفروض نكتب اجابة كومبليت انسر، اجابة كاملة. تمام. فار يو هنحولها لايه؟ تمام، هحولها لاي ام. I am going to أسوان. انا رايحة أسوان. تمام كده، دي اجابة ايه؟ اجابة ايه كاملة يا جماعة. انا رايحة ايه؟ أسوان. طيب النقطة اللي بعد كده، ليزا بتسأل سؤال. فهنا صدر البيع بيقول لها it costs 50 LE يعني Egyptian pound، جنيه مصري، تتكلف 50 جنيه. يبقى هي سألت عن ثمن التذكرة، السؤال عن سعر التذكرة. طيب أنا عندي طريقتين، ممكن أقول how much طبعا الأولى، يعني كام الثمن، how much. تمام. ثم أشوف هنا الفعل هنا آخره اس، فاخد does كفعل مساعد، انتهاء الفعل بإس، ثم الفعل اللي هي the ticket التذكرة أو it، ثم اقول كلمه كوست اللي هي المصدر. يبقى هنا هتبقى ايه الدنيا؟ كلمه استفهام زائد داز زائد فاعل زائد مصدر. كم تتكلف التذكره؟ في طريقه اسهل يا جماعه، ان انا اقول هاو ماتش از زائد الحاجه اللي بسال عنها، يعني هاو ماتش از ذا تيكت مثلا، كم سعر التذكره. او لو حاجه جمع هقول هاو ماتش ار مثلا ذا تيكتس التذاكر. ولكن هنا هاو ماتش داز كوست برضو تمام، كم تتكلف التذكره. قال 50 جنيه طبعا. فهنا ليزا بتقول وات تايم داز ات ليف؟ متى يغادر؟ What time does it leave؟ متى يغادر القطار؟ طيب هنا البائع بيرد، فكاليزا بتسأله سؤال تاني. لو احنا قرينا المحادثة الأخيرة مش هنلاقي أي دليل على ميعاد مغادرة القطار، فاحنا ممكن نقول أي حاجة. ممكن طبعا نقول الأول، نجيب it الأول ضروري طبعا، نبدأ صح. it ثم leaves، وهنضيف للفعل اس، فوق ما ضفناش اس عشان هنا does زائد الفاعل زائد المصدر، تحت ما فيش does فتبقى it leaves إنه يغادر. مثلا ممكن نقول in 2 hours يغادر في خلال ايه؟ ساعتين. ممكن تقول اي ميعاد يا جماعه، ممكن تقول at 7 p.m. بس الساعه 7 مساء يعني، طول ما فيش دليل تحت على الميعاد بالظبط. فليزا بتسال سؤال تاني، فالسيلر البائع بيقول لها it leaves from platform 2، او الموظف بيقول لها يغادر من الرصيف رقم 2. طيب اللي ذاكر فيكم اللانجوج فانكشنز، الملاحظات او الوظائف اللغويه اللي موجوده في اليونتس، هيعرف عند السؤال عن الرصيف اللي بيغادر منه القطار في صيغه كده بنكتبها. طيب سامع حد بيقول لي؟ هبدأ بويتش. تمام. عذرا. which ايه؟ طبعا which بلاتفورم يعني من اي الارصفه، بلاتفورم. تمام. ثم انا عندي هنا leaves، يبقى احط does كفعل مساعد. تمام. ده خلاص اتعودنا على كده، طول ما في فعل، طول ما في هنا بعد الفعل فعل اخره اس او اي اس او اي اس، هاخد does كفعل مساعد. which platform does it اللي هو القطار، ثم المصدر. تمام. leave، ثم حرف الجر from. which platform does it leave from؟ من أي الأرصفة يغادر؟ تمام. فورد قال it leaves يغادر from platform 2. طب بعد كده ليزا بتسأل سوري، ليزا بتقول جملة وآخرها فول ستوب نقطة، فقال لها you are welcome العفو. أي حد يقول لك you are welcome العفو، يبقى أنت كده قلت له إيه؟ طبعا قلت له شكرا. تمام. يبقى نكتب هنا thank you أو thanks، أي صيغة، أو thank you so much. نكتب كلمة thanks، شكرا. وكده يا جماعة المحادثة خلصت. تمام. المحادثة اللي بعد كده، هنا آدم and عمرو are talking about a book. آدم وعمرو بيتكلموا عن كتاب. فآدم بيقول لعمرو إيه؟ Are you enjoying that book؟
عمرو. طبعا اسم الشخص لو سبق بفاصله في اخر الجمله يبقى ده منادى، خصوصا لو كان سؤال. يعني هل انت بتستمتع بهذا الكتاب يا عمرو؟ احنا مش عارفين عمرو مستمتع ولا لا. عمرو رد يا جماعه. بعد كده ادم ساله سؤال تاني عشان هنا في علامه استفهام. فعمرو قال له because it is not my favorite kind، انه ليس نوعي المفضل. يبقى هو مش مستمتع بيه، يبقى هو هيقول no. تمام. طيب بعد no احنا عارفين ان ار يو تتحول بالاجابه ل I am. وعشان في نو هقول نو اي ام نوت. طبعا عشان في نو لازم انفي بنوت. وطبعا نوت ان او تي ما ينفعش احط ان فاصله تي يا جماعه او ابوستروف تي. نوت مع اي ام لا تختصر نو اي ام نوت، لا مش مستمتع. فادم ساله سؤال فقال له بيكوز. طول ما في بيكوز يبقى السؤال بواي. احنا الاول نبدا صح يا جماعه، يعني نقول واي. لماذا؟ ماشي. طيب هل ينفع اكمل؟ ينفع. ممكن اقول له why مثلا aren't you enjoying it؟ انت ليه مش مستمتع بيه؟ ولو انا قلت why بس تكفي. why ولماذا. تمام. قال له because it is not my favorite kind، ده مش نوعي المفضل. طيب فادم بيرجع يساله سؤال تاني. اخر جمله في عم فاهمها ايه؟ فعمر قال له I like adventure stories، احب قصص المغامرات. Did you read it؟ هل قرأتها؟ يبقى هو سأله قال له ايه؟ طب نفكر مع بعض. انا بحب قصص المغامرات، يبقى هو سأله عن نوع القصص اللي بيحبها او نوع الكتب اللي بيحبها. طب كلمة ما نوع يعني ايه يا تالتة اعدادي؟ تمام. سامع حد بيقول what kind. what kind. تمام. بعد كده of books. ما نوع ايه الكتب. طب هو هنا قال له I like، انا عايز فعل مساعد هنا بقى. like دي في المصدر، يبقى الفعل المساعد ايه؟ تمام do. do. تمام. والفعل I تتحول إلى you ثم المصدر like. What kind of books do you like؟ ما نوع الكتب اللي أنت بتحبها؟ قال له بحب قصص المغامرات. فقال له did you read it؟ هل قرأتها؟ آدم أو هل قرأت الكتاب يعني؟ فآدم رد قال له إيه؟ نقط. بعد كده I read it last year but I thought it was amazing. أنا قريته السنة اللي فاتت بس كنت فاكر إن هو مذهل. يبقى طبعا هو أراه. يبقى yes I did. yes I did. تمام. خلاص. انا قراته I read it last year. read طبعا read الماضي من read نفس الكتابه بس النطق بيختلف. read يقرا، read قرأ. تنطق مثل اللون الاحمر بالظبط read. I read it last year قريته السنه اللي فاتت but ولكن I thought اعتقدت it was amazing. the end is surprising والنهايه كانت مفاجاه. كنت فاكره يعني مذهل وهو ما طلعش مذهل. طيب عمرو قال له well حسنا your review makes it sounds very interesting. طيب الريفيو بتاعك يعني النقد بتاعك خلى الموضوع يبدو شيق جدا. ف perhaps نقط ربما نقط ربما نقط ربما انا ايه. طيب تخيل كده شخص بيسأل شخص انت قريت الكتاب ده السنة اللي فاتت؟ فقال له اه قريته. تمام. كنت فاكره كويس لكن هو ما طلعش كويس يعني. فقال له النهاية مش كويسة. فقال له خلاص حسنا الريفيو اللي انت اديتهوني ده نقدك او رأيك خلى الموضوع يبدو بالنسبة لي شيق. perhaps معناها شكل كده. شكل كده ايه هقراه. خلاص. يبقى perhaps I will read it. perhaps انا will سوف read it. ربما سوف اقراه. كده المحادثه يا جماعه خلصت. اوكي. المحادثه بعد كلمه بين مازن. مازن and his mother are talking about a day at school. مازن وامه بيتكلموا او عن اليوم بتاعه في المدرسه او في يوم في دراسي هو قضاه فبيحكي الام عنه. فمازن بيقول لهم I had a terrible day at school. اليوم النهارده في المدرسه كان فظيع. فماذا الام بتقول له tell me about it، اخبرني عنه. فاكرين انتوا الحوار او اللانجوج فانكشنز الوظيفه اللغويه الخاصه بالجود listener؟ ازاي تكون مستمع جيد. انك تكلم الشخص وتنتبه له وتقول له جو اون استمر في الكلام او tell me about it اخبرني عن الموضوع كده. دي محادثه يا جماعه خاصه بالموضوع ده اللي موجود عندكم ان شاء الله في المنهج. طيب فهنا مازن بيقول لامه انا كان يوم النهارده فظيع في المدرسه فقالت له tell me about it اخبرني عن الامر وسالته سؤال يا عم سفام هنا. فهو قال لها it was my English class you see. قال له لا انت فاهمه يا ماما كان حصه الانجليزي بتاعتي وكده. فهي بقى قالت له what is the matter يعني ما الامر او ما المساله what is the matter. يبقى هتقول له what is the matter. ما الامر او ما ايه او ما المساله. طيب فقال لها it was my English class كانت حصه الانجليزي بتاعتي you see انت فاهمه. فماذا قالت له go on استمر اكمل يعني. وقالت له حاجه. فقال لها we had a test
كان عندنا اختبار and I got bad marks وحصلت على درجات سيئه. يبقى بعد ما هتقول له جو اون، برضو لو انت راجعت الوظائف اللغويه اللي عندك اللي موجوده فيما يخص المحادثات يا جماعه، هتلاقي ان الشخص بعد ما يقول للشخص جو اون ممكن يقول له tell me more، اخبرني المزيد. tell me more، او كمل يعني، ماشي قول لي ايه اللي حصل بعد كده. فقال لها كان عندنا امتحان وانا خدت درجه وحشه فيه. فالام قالت له طبعا علامه تعجب، علامه التعجب دي يا جماعه. طيب هو دي كده امه سمعت خبر مش كويس، تمام. طيب انتوا خدتوا في حاجه اسمها باد نيوز وجود نيوز، اخبار سيئه واخبار مفرحه او سعيده. عند سماع خبر سيء في كلام بيتقال اخره علامه تعجب، فاكرينه؟ سامع حد بيقول ايه how terrible او oh no، how terrible او oh no، فممكن نقول how terrible معناها ايه؟ يا للفظاع، او oh no معناها ايه؟ يا للاسف مثلا. طيب فماذا it was so difficult، الامر كان صعب. فأمه قالت له that's okay، تمام ولا يهمك. did you talk to your teacher، هل تحدثت مع المدرس؟ ما عارفينش هو تحدث ولا لا. امه بتقول له why not، ولما لا. يبقى طبعا هو ما تحدثش، فيقول لا ما تحدثش، فيقول لها no I didn't، no I. تمام. فالام بتقول له why not، ولما لا. ولما لا اي عذر يا جماعه، ممكن يقول مثلا he was busy كان مشغول، ممكن يقول I couldn't I was مثلا embarrassed كنت محرج. فطبعا هيقول ايه he was busy، افضل حاجه كان مشغولا. he was busy was busy قد كان ايه مشغولا. وكده المحادثه يا جماعه خلصت.